أجلت المحكمة العسكرية بتونس النظر في القضية التي باتت تعرف باسم براكة الساحل إلى يوم 29 من الشهر الجاري. ويلاحق في هذه القضية كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي مدير الأمن الأسبق وعدد من الإطارات الأمنية، وذلك من أجل ممارسة التعذيب ضد عسكريين تم اتهامهم أوائل التسعينات بالتحضير لانقلاب عسكري. كما قررت المحكمة رفض مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمين. وخلال الجلسة كشف عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، كشف للمحكمة ولأول مرة عن وجود جهازي استخبارات غير معلنين كانا يعملان خارج مقر وزارة الداخلية. يعمل الأول بفندق كلاريج بتونس العاصمة ويشرف عليه عبد الرحمن بوعمران عندما اعتقل العسكريون، والثاني في مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، مهمته جمع المعلومات وإرسالها مباشرة إلى القصر الرئاسي بقرطاج ويشرف عليه منصف بن قبيلة. وشدد القلال على أن جميع المهمات الأمنية كانت بيد المتهم الأول الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.